فشفنا عدد الفرص كانت كثيرة من جانب اتحاد بالعباس، وانني نوجه اليوم ولا داعي لاحد يقول لي انه راك تعمل فتنه وراك تعمل ضجه. القانون واضح فيا سي حداج، انا راني نقول لك من اليوم لا ما تقوليش ربح ميدانيا، لانه انا قلت نهنئهم بالفوز اللي كان على الميدان، ولكننا نتحمل اخطاء الغير. راني نقول لك احنا راح نقدموا ملف ولا داعي لكلمه ثغره قانونيه، لانه ذي المره فما عليك الا تطبيق القانون، وان هذه المره لم يطبق القانون فما عليهم الا ايقاف كره القدم. لن نتحمل اخطاء الغير، فمن اخطا فعليه ان يتحمل مسؤوليه اخطائه. الرئيس نقدروا نهنئهم بالفوز، نهنئوا شباب قسنطين في الفوز رغم انه الفرص كثيره كانت من جانبنا، ولكن التأهل راني نقولها من اللحظة، تأهل من حق سيدي بالعباس، والقانون واضح. اظن راه مع سكرتير الفريق والماده 86 على ما اظن. نقدروا نعرفوا شنو هو الدش هذا؟ المال راني نقول انا خصوصا نوجه كلامي ما تقوليش ما كاش كاين اللي يقول لك هو راه يتحدث من فراغ، وانا قلتها من اول يوم لن نتحدث من فراغ. اكد لنا واش هذه الاحترازات؟ الفريق قال محسوب كاين ماده 112 تقول لك باللي تنفذ العقوبه ضد شبيبه قبائل، معناتها ما كاين ماتش ما تلعبش بصح يستنفذوا العقوبه، يعتبروا مقابله لعبوها. نحن نتكلم بلغه القوانين والقانون واضح، وتقول اعاده المباراه ما تخص الا اللاعبين اللي كانوا مؤهلين قبل المباراه، واللاعبين اللي ما كانوش معاقبين قبل المباراه. وفيه لاعب كان معاقب قبل مباراة شباب قسنطين الأولى فلا يحق له المشاركة. أنا كان عندي لاعب معاقب ما حبيتش نشاركه اليوم لأني أنا طبقت القانون، فلا نتحمل أخطاء الغير، فما عليهم إلا تطبيق القانون. هذه المرة راح لا نسكت عن حقنا. احترمنا الكرة الجزائرية، أعدنا المباراة، كانت في روح رياضية في الميدان، ولكن هذه المرة إذا ما طبقوش القانون فما عليهم إلا توقيف كرة القدم.